ايه ده انت من امتى بقيت رخم كده؟ معلش حقي. هو النضوج ده الدور الاكبر في العلاقات طبعا. لما انا بظبط توقعاتي صح ويحصل اعلى منها هتنبسط قوي. أيوة. حصل اقل منها طيب انا متوقع ان أنا- ممكن يحصل حاجه كده. بس عايز افرق ما بين برضه ان انا زدت توقعاتي وان انا متشائم. لو انا بتعامل معاك وطول الوقت متاكد ان انت هتخوني، انا مش هتعامل معاك عدل ومش هحبك صح ومش هعرف نكون في علاقه صح. ليه؟ مستني انك تخوني في اي وقت. فانا لازم ابقى ظابط التوقعات مش متشائم. فرجوعا ليك طبعا النضوج ان اكون شخصيه ناضجه ليه علاقه جدا جدا بعلاقاتي انا ازاي بديرها. ما ينفعش العلاقات هي اللي تديرني، انا اللي بدير علاقاتي، انا اللي بحركها، انا اللي اعرف اقول لا. رجوعا للكلمه اللي انا كنت بقولها، انا اللي ينفع اقول لا. ايه ده انت من امتى بقيت رخم كده؟ معلش حقي. حدودي، محدش ينفع يقرب هنا، محدش ينفع يلمسني اللمسه دي، محدش ينفع يعدي بالكلام معايا في الطريقه دي، محدش ينفع كذا كذا كذا. انت زعلت يبقى انت عندك مشكله في التوقعات بتاعتك. بس لو انت فاكر ان انا حاططاني لحدود، دي مشكله بالنسبه لك فعلا، دي مشكله بالنسبه لك مش بالنسبه لي انا.